هل يكتفى بسجود السهو لمن نسيه يا شيخ؟ ومتى يكون السجود؟ ثبت في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه، قام من ركعتين ما جلس تشهد، فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين. نعم. ثم سلم، فدل هذا على أن القنوت لترك التشهد السجود لترك التشهد الأول يكون قبل السلام. وهذا ما أخذ به الإمام مالك في كل نقص في الصلاة، نقص فعل من أفعال الواجبة في الصلاة يكون السجود له قبل السلام، هكذا ذهب الإمام مالك. نعم. وهو واضح من حديث عبد الله بن بحينة في هذا الخصوص، وهو أنه ترك صلى الله عليه وسلم الجلوس للتشهد فجبره صلى الله عليه وسلم بسجدتين وقعتا قبل تسليمه صلى الله عليه وسلم.